اوعوا تكونوا لسه بتعملوا البانيه بالطريقه العاديه. تعالي بقى انا اقول لك على طريقه حلوه جدا للبانيه. نص كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من صلصه الطماطم، والتوابل بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وبابريكا. هنزل كده بقطع البانيه بتاعتي وهقلبها بقى في التتبيله الحلوه دي، وهسيبها كده مش اقل من ساعه. بعد كده هنجيب طاسه هنسخنها على النار، هننزل بقى بقطع البانيه بتاعتنا كده ونسيبها تتشوي كده من الناحيه دي، وهنقلبها كمان على الناحيه التانيه لحد ما تاخد معانا اللون الجميل ده وتستوي كده نص سوا. هنشيلها بقى كده من على النار، وفي نفس الطاسه هننزل بمعلقه كبيره من السمنه، معلقه كبيره كمان من الزبده، وقلبتهم كده كويس جدا مع بعض، ونزلت عليهم بصلتين متقطعين جوانح، نزلت كمان بفلفل اصفر واخضر واحمر، ولما الخضار بتاعي دبل نزلت عليه بمعلقه كبيره من الدقيق. شوحت الدقيق شويه مع الخضار بالشكل ده، ونزلت عليهم بكوبايه ونص من اللبن. عندنا بقى ملح وفلفل اسود وكمان بابريكا. قلبت المكونات كلها كده مع بعضها كمان مع التوابل، وسبت الصوص ده يغلي على النار كده مش اقل من 5 دقايق عشان يبدا كده يتقل معايا. بعد كده بقى جبنا الطاجن بتاعنا ونزلنا بقطع البانيه في الطاجن، ونزلت عليها بالصوص اللي انا جهزته معاكم بالشكل ده. هنزل كمان برشه كده من الجبنه الموتزاريلا، وهدخل الطاجن بتاعي على فرن ساخن درجه حراره 180، هيقعد حوالي ربع ساعه من تحت. بعد كده هشغل له الشوايه، هياخد اللون الجميل ده وهيطلع احلى والذ طاجن بانيه بالخضار ممكن تجربوه. بصوا الجمال، الصوص في منتهى الجمال، والبانيه مستوي كده وشارب من التتبيله وطعمه حلو جدا. جربوه، ما تنسوش بقى تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو